السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات البهية. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه ورمضان مبارك كريم بالصحه والسلامه. باش ما تمنيتو اليوم ان شاء الله ضمن التحضيرات ديال العصائر ديال هذا الشهر المبارك غنقترح عليكم عصيري منزلي، يعني بحال العصير اللي كنشريو في المحلات. اليوم ان شاء الله غنتقاسموا في هذا الفيديو هذا منزلي، مكونات اللي هي بسيطه وكنظن غتكون موجوده في كل مطبخ. ما لكم الا تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. على بركه الله، هنا عندي 1 لتر ديال اللبن، عندي كميه ديال الفريز. الصراحه انا هنا عندي الكميه ما محدداش بالضبط، المهم الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد او على حسب الحاجه المتوفره عندك. السكر اللي كيبقى على حسب الذوق، وواحد ياغورت بنكهه ديال الفريز. المهم هذه هي المكونات اللي بسيطه بزاف. اول حاجه خديت داك الفريز وضعته شويه في الماء حتى كيتحيلوا داك التراب ديالو كيكون فيه. من بعد غسلته مزيان، فرقته هكا على جوج، وغناخذ الخلاط الكهربائي غنوضع فيه اللبن. انا ما غنوضعش هنا الكميه ديال اللبن كامله، المهم حتى نشوف القوام اللي بغيت نحصل عليه. تقريبا انا هنايا وضعت غير واحد 700 مليلتر، لان ضروري غنخليه واحد شويه باش نشوفوا واش غيجي خاطر او يجي خفيف. المهم كنتوما كتحكموا في القوام اللي بغيتو. غنضيف عليه داك الفريز، الصراحه هذا العصير كيجي زوين وكيجي طبيعي وصحي، ما فيش مكونات اللي هي حافظه. المهم انا هنا وضعت هذه الكميه، جاتني الكميه شويه كثيره، خليت واحد الحبات هكذا اللي غنزين بهم في الاخير. دابا غنطحن هذا اللبن مع الفريز، غنطحنهم مزيان. من بعد ما كيكونوا تطحنوا ليا مزيان غنضيف السكر. انا هنا ضفت 3 ديال المعالق كبار ما مملوئينش، يعني المعلقه ممسوحه. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا. من بعد ما كيكونوا انسجموا لي هاد المكونات كامله وطحنوا لي مزيان، انا غنضيف ياغورت بنكهه الفريز. الا ما كانش متوفر عندكم ضيفوا ياغورت بنكهه الفاني، حتى هو كيعطي واحد اللذه زوينه. انا هنا غير بغيت نعزز ديك النكهه ديال الفريز، هادشي علاش وضعت ياغورت بنكهه الفريز، وكيعطي في نفس الوقت واحد المذاق اللي كيجي زوين. وغنعاود نطحن مره اخرى. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي حصلت عليه. المهم الا بغيتوه يجيكم عاقد يعني خاتر، حاولوا ما تضيفوش اللبن بزاف، ولا بغيتو يجيكم هكا شويه خفيف كتضيفوا ديك الكميه ديال اللبن. المهم تما كتحكموا في القوام. هكذا كيكون العصير ديالنا وجد. الصراحه كيحماقوا عليه الوليدات وحتى حنايا الكبار. كما قلت لكم عصير صحي، مكونات طبيعيه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتشتركوا في القناه فضلا منكم وليس امرا. خليت لكم الراحه ورمضان مبارك كريم مره اخرى بالصحه والسلامه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.